الموقف العربي متمثلا بالموقف الرسمي والموقف الشعبي. من يستطلع ويشوف العرب هل فعلا عندهم قدرة على مساعدة العراقيين ولا لا؟ لنكن واقعيين. الجامعة العربية بشخصها عمرو موسى كان يحاول أن يجمل الدكتاتورية ويعيدها إلى الحظيرة إلى أن طردوا الكويتيين وترك الشعب العراقي يموت. الموقف المصري مواقف جاهزة للبيع. في حرب الخليج الأولى عام 1991 باعوا العراقيين أن نزلت ديونهم ووقعوا لهم ديونهم، وبعد ذلك في دمشق حلبوا الخليج، وبعد ما انتهوا الخليجيين راحوا إلى صدام حسين لإعادة تأهيله بمحاولة بيع بضاعة فاسدة لا تستطيع المنافسة في السوق المصرية بمليارين دولار من أجل مواقف سياسية. هذا المصري أرض الكنانة. الأردني خبزنا عبرة كل وقت الحصار كانوا سادين الوقت إلا لصدام وغير صدام، وماذا فعلوا الآن؟ فتحوا الحدود ليحولوا العراق إلى مستودع لنفاياتهم الإرهابية ووساختهم. هذا الموقف الأردني. الموقف السوري الجولان طير ما يطير على الجولان الآن، وفتحوا حدودهم جيش الشام وجيش ما أدري شيء وكأنه ما يندلون. 50 مليار دولار سعودي ينطت للعراق في حرب ضد إيران في محاولة لدفع الشبح الطائفي كما تقول، والآن ما تنطي العراقيين يبنوا لكم مدينة يبنوا لكم مستشفى يا ناس. الذي يحصل يا سيدي جريمة حقيقية. اتحاد البرلمانيين العرب ضمير الأمة هذا اجتمع في بيروت ما أدان المقابر الجماعية يا ضمير الأمة الأعور. الشهداء خارجين اصلا ما لهم علاقه بالمعادلات، هذا شهيد ما له علاقه بالمعادله، ما قبلوا يديروها. اتحاد نقابه المحامين الاردنيه يتطوع 400 محامي اردني للدفاع عن صدام حسين بدون ان يقروا لائحه الاتهام. يا ضمير اعور يا عربي، انت غير تقرا لائحه الاتهام اول مره حتى تدافع عنه، وكل المقابر الجماعيه ما حركت ضمائركم. بال91 عند انتهاء احكي لك هاي وشوف اخاطب الضمير العربي، خلي يسمعني اي انسان عنده ذره من الضمير والعقل. بال91 عند نهاية الحرب 50,000 توجهنا إلى السعودية واستقبلنا الجيش السعودي. أنتم ضيوف الملك، وضعونا في الصحراء 13 سنة 13 سنة احنا بالصحراء ولحد هذه اللحظة. اسمح لي مخيم رفحاء. نعم. كان رئيس المسؤول الأمني لمخيم رفحاء، أعطيك هذه المعلومة، أنا كنت مترجم بالأمم المتحدة وأكو تداعيات، هذه أول مرة تكشف هنا. اسمه محمد عرابي وهو خريج كلية الأمن القومي العراقية، كان يلتقي بالمخابرات العراقية على الحدود ويعطوا قائمة بالأسماء ويرجع إلى المخيم يلزمهم باليد القائمة بالأسماء ويسلمهم إلى العراقيين كل واحد بقنينة من الويسكي. يا عربو يا عوران يا أعور. الذي حدث في هذا اللي وما خلص النفس الا بانتفاضه كبيره. اسمعني يا سيدي تشيل على الموقف العربي، يا موقف عربي هذا الذي اجانا وطلعنا من السعوديه وفد هولندي لا اتقاطع معه الا بالانسانيه، انسان بس. وهذا العربي المسلم اخي جاري. 7 مليون اجنبي سيخي وهاي بالسعوديه وحارت بينا 50,000 عراقي. يقول سلطان اللي يبيهم ياخذهم. اللي طلعني من رفحاء وفد وطلعني كثير من العراقيين وفد هولندي، رئيس الوفد كان يهودي عربو أعور يهودي. يا أخي إحنا وصلنا إلى حالة أن نتقاطع نختلف بالبديهيات. تجلس هنا جبت لي واحد أنت راسه هل قد بدري جاي من برا يقول على المقابر الجماعية إنه هؤلاء جنود، هؤلاء جنود إيرانيين، وأنت يا فيصل القاسم وأنا أعتب عليك هنا وأخاطب ضميرك الإعلامي لأنه هذا قال جنود، وأنت طلعت لي بالتلفزيون قناة الجزيرة إنه شايلة جثث عظام ولدها 2 وسألتوها أنتم تقول يا حجية منين أنت رايحة؟ قالت والله بعد عندي واحد بدور عليه وما هو. ضميرك انت لو واحد يجي يسالك هنا يقول لك مركز التجاره العالمي ضربت سياره مفخخه ما تعترض عليه وتقول له لا يا بطياراتي جدي. وهذا المسخ. وهنا اساء الى شهدائنا وكم اسيء لنا من هذا المكان يا سيدي يا فيصل القاسم. طيب كويس جدا. احتلال الكويت. طيب. هل نختلف على امه تختلف على البديهيات، امه بلا اخلاق. 11 سبتمبر انا اقول لك هاي وانا جاي اقول يا ناس راجع، خلي يصير عندنا شجاعه المراجعه. 11 سبتمبر اتذكر واحد يلقي بنفسه من النافذه هو وابنه، وفي هولندا تخرج مظاهره للعرب سبحان الله اكبر بالشارع. لك ذئاب انتم، امه بلا اخره، امه محمد هاي مسختوها مسخ. فما اتوقع مساعده من هؤلاء.